السلام عليكم أحبائي. اليوم غادي نقدم لكم واحد تشيز كيك كيجي رائع ولذيذ. تقدروا ديروه في السحور أو الفطور، والمقادير ديالو بسيطة وسريع التحضير. والآن غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجو ليها هي: عندي هنايا الفريز، فراولة، عندي هنايا فلون فريز هذا للنكهة فقط، تقدروا تستغناو عليه. وعندي هنا كريم شانتيي وكاس حليب بارد، 3 الفرماجات اختياري، بغيتو ما تضيفوهمش ما تضيفوهمش. وهنايا جبن اللي بغيتو ديروه جبلي اي جبن بغيتو، وجوج دانون بيرلي. هنا غادي نضيف كريم شانتيي بودر، غادي نزيد معاها كاس حليب بارد بارد، خصو يكون بارد باش تصدق ليكم. وهذا هو اللي غادي نخدم في كريم شانتيي. هذا الراس هو اللي تخدموه في الناس اللي عندهم العجانه. اللي ما عندهمش العجانه يكتفيو بالباتور الكتريك او الباتور ديال اليد. ها نتوما شوفوا الكريم كيفاش طلعات. غادي نضيف عليه الجبن، اي جبن كان عندكم جبلي او اي جبن كيطلع به زوين. هذا كنديروه في بلاصه التيراكوتا، الجبن هذاك التيراكوتا ولا ماسكاربون، عفوا الماسكاربون هو اللي كيجي في لي تشيز كيك وفي لي تيراميسو. والان غادي نضيف دانون بيرلي، وغادي نضيف بيرلي، وغادي نضيف دوك الفرماجات اللي درت. بغيتو ديرو كيري، بغيتو، حيت ديك اللذه ديال الجبن هي اللي كتعطي ديك السر في التشيز كيك وكتعطي واحد اللذه رائعه. من بعد ما غادي نضيف الجبن مثلثات هذا اللي عندي، كما قلت لكم خصو يتدرب مزيان مزيان باش يتجانس الخليط. من بعد غادي نحضر البسكوي ديالي، اي بسكوي بغيتو ديروه. انا هنايا درت هنريس، كيعجبني الصراحه اللذه ديالو زوينه. هرمشوه بيديكم او في الاله هذه اللي كتهرمش. انا هنايا هرمشته بيدي كما كتشوفوا. غادي ندقدقو مزيان، ندقدقو هكا مزيان كما كتشوفوا. ومن بعد فاش غادي يتفرت ليا ما غاديش نطحنو بزاف، غادي نضيف ليه الزبده دائبه باش نقدر نجمعو. ومن بعد ونخليه في نفس الوقت الكريمه ديالي كتتدرب. ها نتوما كما كتشوفوا ضفت ليه الزبده، وغادي نمعسو غير هكا بيدي. بغيتو ديروا الطحانه الكهربائيه ديروها. هنا غادي نجيب هذا المول هذا اللي فيه العبارات، غادي ندير العبار اللي بغيت نديرو انا. من بعد غادي نجيب هذا البسكوي اللي طحنته مع الزبده، وغادي نبدا نقاد فيه هكا باش ياخذ ليا الشكل ديال الاطار. قادوا الاطار مزيان باش ما يتحركش لينا كما كتشوفوا. قادوه مزيان مزيان بالجوانب باش يشد لينا كاع في الاطار كامل، ما يبقاش لينا شي خويه ولا شي بلاصه خاويه. باش من بعد من نحيدو الاطار يبان لينا التشيز كيك ديالنا مزيان. من بعد غادي نمعسو هكا بالملعقه ولا بالكأس ونضغطو عليه مزيان مزيان باش يشد لينا. من بعد فاش غنساليو غادي نحطوه في المجمد باش يبرد لينا. ومن بعد غادي نخرجوا الكريمه ديالنا اللي صيبناها وغادي نخويوها عليه كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. نخوي في الجوانب في الوسط باش هكذا ما تبقالناش غير في هذا. من الاحسن ما تضربوش بالطبسي باش باش التشيز كيك ديالكم ما يفتش من الجوانب. حاولوا ترحوها غير هكا، غير بهذه الطريقه هكا ويتقاد لكم.
الا كانت عندكم مسطره نقيه ولا شي موس مسرح تقادو به. انا جبت هاد الكولي ديال الفراوله، كنت طحنته قبل ودرته في المجمد. ديجا فيه السكر. غادي نضيف عليه الفلون ديال الفراوله باش يعطيني ديك النكهه. ديجا هاد الفريز فيه الريحه زوينه، طالق الريحه ديالو. وغادي نضيف عليه ملعقه ديال النشا باش يجمد ليا ويشد راسو، باش يجينا مزيان في التشيز كيك ديالنا. من بعد غادي نحركو مزيان ونحطو على البوطه حتى يذوب ليا لو كولي ديال الفراوله. راني ديجا خدمته معاكم في باناكوطا ديال الفراوله، تقدروا تشوفوه في الفيديو. من بعد نخرج التشيز كيك ديالي من المجمد ونخويه عليه. ما تخويوش عليه مباشره باش يقبض، ما يهبطش لكم في الكريمه ديالكم اللي سيبتوها مسبقا. ونخويوه هكا بهذه الطريقه على الجوانب وفي الوسط، نعمروه مزيان مزيان. انا هنايا غير طحنته ما صفيتوش، يعني كان مطحون مزيان، ما كانش يحتاج عاد نصفيه. صافي، وكتخويوه هكا بهذه الطريقه حتى يقبط لكم الجوانب. نخشوه في الثلاجه ومن بعد نخرجوه وغنزينوه. والتزيين كيبقى اختيار ديالكم، كيف ما بغيتو تزينوه. انا هنا غادي نزينو بالفراوله وبالكريمه، كيبقى التزيين اختيار ديال كل واحد. نتمنى يعجبكم هاد الشيز كيك، وغادي نشارك معكم تشيز اخر ان شاء الله في حلقه مقبله. يكون ديال الكراميل او بالحامض حتى هو كيجي زين، ومقادير سهله. وما غاديش نستعمل هاد الكريم شونتي اللي كتجي بودره، غادي نستعمل الكريمه السائله عاديه حتى هي كتجي زوينه في لي تشيز كيك. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل فيديو جديد من نحطو. والى فيديو اخر ان شاء الله. مرحب مرحب.